والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية من داخل الاتحاد الوطني للطلبة المغرب، تحية الطلبة والطالبات. كما كنشاهدوا الآن كلية العلوم بن زهر تشهد أيام استقبال واحد النشاط اللي هو نشاط كبير، وهو أيام استقبال الطالب الجديد اللي كتشرف عليه مكتب الفرع من داخل جامعة بن زهر ومكتب التعاضدية من داخل كلية العلوم، اللي كيسهل اللي مجموعه ديال الامور كيسهلها على الطلبه والطالبات. اللي كتلقى ان الطالب جاي من المرحله التلاميذيه ما عارف حتى شي حاجه، كتلقى انه جاي ما عارف تيعمر الملف، ما عارف كيوجد اعضاء مكتب التعاضديه هما اللي كيوقفوا معاه حتى تيعمر الملف، تيشوفوا الوثائق ديالو. كاين تسهيلات اللي هي تسهيلات عامه مع الطلبه والطالبات، كيوقفوا مع الطلبه والطالبات حتى انه كيتسجلوا. من بعد ديك الساعه كيعطيهم توجيهات عامه كيفاش ان الدراسه من داخل الكليه تم، كيفاش الدراسه من داخل الكليه، كيفاش ان الطالب كيفاش يتعامل من داخل الكليه. هذه الامور كامله الا ان الطالب كيفاش انه يستفد من المرحله الطلابيه اللي هي واحد المرحله ثمينه جدا، اللي منها ان الانسان كيتحول من واحد المرحله كان مسؤول عليه الاب ديالو، كان مسؤول عليه الاهل ديالو، كيتحول للمرحله الطلابيه انه كيكون مسؤول على النفس ديالو، كيكون مسؤول على القرار ديالو، كيكون مسؤول على المصير ولا المستقبل ديالو. هذا الامر هذا ومنها ان الاداره كتكون الاداره اللي كتسجل الطلبه كدير مجموعه ديال الصعوبات، لكن اعضاء التعاضديه كيوقفوا جنبا الى جنب مع الطلبه والطالبات اللي كيسهلوا عليهم، اللي هما اللي لقاو منذ بدايه هذا الموسم الجامعي، منذ انطلاق عمليه التسجيل، الا والطلبه والطالبات كما عهدنا على اعضاء التعاضديه يعني كان الحضور ديالهم والحضور وازن. تحيه في اطار. السلام عليكم ورحمه الله.